السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هعمل رز كشري الحله الواحده. كشري جميل جدا وسهل خالص وعلى طريقتي، طريقه مختلفه جدا هتعجبك ان شاء الله. عندي مكونات 3/4 كوبايه عدس بجبه، يا اما يكون مسلوق ربع سلقه كده، يا اما يكون منقوع نقعه طويله يعني 8 ساعات كده يعني. وعندي هنا برضو 3/4 كوبايه عدس اصفر بس مش منقوع، مغسول بس. وعندي كوبايه ونص رز، وتلت كيس مكرونه مقسماهم 3 كده يعني مكسراهم 3، وده حوالي نص كيس شعريه. والبصل ده انا يعني حمرته في نفس الحله عشان هو كشري الحله الواحده، فحمرته في نفس الحله قبل بقى ما اعمل الحاجات دي، حمرته عشان اكسب الوقت يعني. بس كده، وهنشوف بقى الطريقه مع بعض. هنا دي الحله اللي انا حمرت فيها البصل. يعني التشويحه دي بتخليه يكون مفلفل وجميل زي ما قلت لك، يعني زي ما انت عايزه، يا اما تسلقيه 3/4 سلقه، يا اما تنقعيه نقعه طويله. علي النار. هديله تشويحه كده 5 دقايق وبعدين ارجع احط عليه الرز تاني. دلوقتي بقى هحط الرز. برضه هشوحه كده 5 دقايق. انا بحب اعمل الحاجات دي، يعني الكشري، المقلوبه، الكبسه، الحاجات دي بحب اعملها في حله واسعه يعني عشان تستوي بسرعه وكمان ما تلزقش يعني. هو انا نسيت احط العدس الاصفر بعد العدس بجبه، بس مش مشكله، هحطه بعد الرز دلوقتي. دلوقتي كده خلاص الرز اتشوح بقى كويس. هحط بقى العدس الاصفر. نديله تشويحه. طبعا التشويح ده هو اللي بيخلي الحاجه تبقى مفلفله، يعني ما تبقاش معجنه ولا ملزقه. دلوقتي بقى هحط الملح. انا بحب احط الملح يعني مع الحاجه وهي بتتشوح، هحط كده يعني بالبركه يعني، مش وهدوقه بعد كده. طبعا الكمون هو اهم حاجه في الكشري وفي المحشي وفي الحاجات دي يعني. نحط كمون يعني قد كده، وسنه فلفل صغيره. نشوح معاهم بقى الشعريه. ممكن تشوحيها في الاول وتشيليها من الحله بعدين تحطيها. ممكن تشوحيها كده يعني، مش مهم اللون يعني، دي اختيارات يعني. انا اوقات بعمل كده واوقات بعمل كده.
دلوقتي هحط بقى المكرونه سباجيتي. هديها كده ايه برضو يعني هي صعب تقليبها طبعا، بس يعني تقليبه بسيطه كده، يعني تاخد بس من الزيت حتى. مش عايزه اكسرها قوي لان انا اصلا مكسراها 3. دلوقتي انا اخر حاجه بقى هحط حبه من البصل اللي انا عملته ده بيديه طعم جميل جدا. دي طريقه ماما يعني، بنديها الصحه. بس وهقلبهم تاني كده. وطبعا الزيت هو كمان مطرح البصل يعني. هجيب الميه بقى. درجة الحرارة عالية يعني، خلوا بالكم. نشوف المية بس كده مناسبة ولا محتاجة. يعني هزود سنة بسيطة، بس مش عايزة اكتر عشان مش يعجن مني. هو لو انا في النص السوا لقيته محتاج هزود. بس كده هغطي عليه واستنى لغايه ما يستوي. وعلى ما يستوي بقى هعمل الصلصه في الحله التانية دي، ارجع لكم بقى بعد ما اخلص. دلوقتي هعمل الصلصه. المكونات بتاعتها بسيطه: طماطم مضروبه في الخلاط اي كميه، وتوم برضو اي كميه حسب الرغبه، وصلصة عشان عندي الطماطم هنا قليلة شوية. ده بقى حطيت في الحلة زيت من الزيت اللي انا حمرت بيه البصل. هنزل بالثوم فيه. المفروض اول ما الثوم يطلع ريحته، مش بيلون ولا اي حاجة، اول ما الثوم يطلع ريحته بنحط عليه معلقتين خل. بس هو الخل خلصان عندي، فمش مشكلة يعني، هكمل الاكلة يعني. لكن هو المفروض لازم الخل يعني، بيخلي صلصة الكشري جميلة. طبعا انا محمرة البصل في زيت كتير، بس الزيت ده مش هرميه ومش هطبخ فيه يعني، مش هعمل الكشري في كل الزيت ده. دلوقتي انا حطيت الصلصة، معلقتين صلصة، وهاخدهم كده يعني تشويحة كده مع التوم الاول، بعدين هنزل بالطماطم بعد كده. انا بقول الزيت بتاع البصل ده كان كتير، فانا شلت منه وسبت حبة على قد الكشري اللي انا هعمله، والباقي هستخدمه في اي حاجة. هو بيبقى طعمه جميل يعني، مش يعني بالعكس يعني، هو اتنكه من البصل وبقى جميل جدا يعني. تعملي بيه بقى شكشوكة، تعملي بيه يعني اي حاجة تطبخي بيه براحتك يعني. دلوقتي الصلصة خلاص خدت كده زي تسبيكة. فيعني هبتدي احط بقى عليها الطماطم. هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس، وهضيف لهم بقى البهارات. هحط بقى رشة كمون، ان هو يعني الكمون اساسي في الكشري زي ما قلنا. وهحط يعني برضو رشة فلفل اسمر كده صغيرة على حرف المعلقة، وهظبط لها الملح. وبس. واول ما تتسبك هروح مزودها بقى المية بقى حسب الرغبة، انتي عايزاها بقى تكون سميكة، عايزاها تكون خفيفة. دلوقتي انا شفت الرز لقيته خلاص استوى،
مفلفل ما شاء الله وجميل يعني. خلاص هطفي عليه، والصلصه اهي بتغلي خلاص برضو، خلاص يعني قربت. خلاص هشيلها برضو من على النار وهغرف بقى. هغرف الكشري دلوقتي. ما شاء الله زي ما وريتهولكم فلفل وجميل، وبصراحة طريقة ممتازة يعني. انا من بعد ما يعني ما عجبتني الطريقة دي ما بقتش بعمل تقريبا غيرها يعني. اريح بقى من حيث السلق والتصفية والحلل. يعني كانت مشكلة الكشري ان هو بياخد حلل كتير، حلة صلصة وحلة دقة، يعني لو هنعمل دقة وحلة عدس، لان المفروض يعني اوقات في ناس بتسلق العدس لوحده، يعني حاجات كتير، والطاسة اللي بنحمر فيها. فلكن الطريقة دي بصراحة يعني موفرة للوقت وموفرة للطباق كمان. نحط عليه الصلصة بقى وبعدين نحط عليه البصل. والبصل يعني انا حمرته من غير لا دقيق ومن غير نشا ومن غير اي حاجة، وطالع مقرمش وجميل يعني ما شاء الله، مش محتاج حاجة. بس هو بيحتاج بس زيت غزير، لان لو الزيت قل على البصل بيعجن. وده الكشري بتاعنا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتسيبوا لي كومنت جميل، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم.